السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعرفكم بنفسي، أنا اسمي سارة وعندي 32 سنة، خريجة اقتصاد وعلوم سياسية قسم اقتصاد دفعة 2013. أنا متزوجة بقالي 11 سنة وعندي 3 أطفال، وأنا مشتغلتش وفضلت إن أقعد في بيتي عشان أربي أطفالي، وأنا حبيت كده وحمدت ربنا إني عشان أهتم بولادي. ومن حب لبيتي بقيت عايزة أقدم لهم كل حاجة حلوة فيه، وأنا معودة أولادي مفيش أكل من بره وكل حاجة بعملها لهم في البيت، فبقيت معظم وقتي بقضيه في المطبخ عشان أحاول أطلع لهم الأكل بطريقة يحبوها. فخلوني بقى من ولادي خلوني أحب المطبخ، ومن هنا بقيت اكتشفت إن أنا عندي موهبة في الأكل، فقررت إن أعمل لكم قناة أقدم لكم فيها الأكل بطريقة بسيطة من غير عقد وكلاكيع ومن غير بهارات كتير. ومن هنا جت فكرة القناة اللي هي طبخات من غير بهارات. يعني ايه؟ يعني احنا هنستخدم في اكلنا بهارات جدتنا زمان اللي هي كمون، كزبرة، فلفل اسمر، شطة، ملح. دول البهارات الاساسية عندنا في الاكل، بس بعتمد عليهم لاني مش بحب احط في الاكل بهارات كتير، وبيطلع الاكل بطعمه الطبيعي من غير ما يوجع البطن ولا ينفخ القولون ولا يعمل مشاكل ولا قرحة في المعدة. وان شاء الله هقدم لكم وصفات للمبتدئين برضو والكميات اللي يبداوا بيها عشان الاكل ما يتهدرش منهم. عشان كده انا حطيت لكم الميزان دهوت هنستخدمه في ضبط المقدار. فحبيت النهارده ان انا اعرفكم بنفسي وبفكره القناه، وتابعوني هنزل لكم طبخات من غير بهارات. ما تنسوش المشاركه عشان تشوفوا كله جديد.